السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله النهاردة بقى هنعمل الأجنحة الكوكف المقرمشة في منتهى الجمال. شايفين جميلة ازاي وتحفة، الله على ريحتها، ومش مكلفة خالص وعلى قد ايدينا. شايفين جميلة ازاي، بتتكلم عن نفسها هي، ومكونات سهلة وبسيطة. يلا بقى يا حبايب قلبي على المقادير. طبعا مستخدمه الاجنحه زي ما انتم شايفين، انا مقطعاها وغسلاها بالمحلول بتاعها ومصفياها. تعالوا بقى نعمل ايه التتبيله بتاعتها الجميله دي. انا مستخدمه طبعا نص كوبايه من الدقيق، ومعلقتين كبار من النشا، والبهارات طبعا ملح، ومعلقه بهار فراخ، ومعلقه بصل بودر، وتوم بودر، وطبعا شطه حسب الرغبه، ومعلقه بابريكا، وطبعا مكعب ماجي حسب الرغبة، وفلفل اسمر، كل ده معلقة صغيرة. هقلب كل الكلام الجميل دوت، وهنزل طبعا عليها بمياه غازية اللي هي البيضة ديت. انا طبعا عايزة خليط لا سميك ولا خفيف، الاوسط كده. شايفين؟ وريحتها بقى مش قادرة اقول لكم عليها. الاجنحة طبعا انا هفتحها كده من فوق وتحت، عشان طبعا عايزاها تشرب من التتبيلة عشان تديني قرمشة اكتر. شايفين جميلة ازاي؟ طبعا هنزل بقى في الكفر بقى بتاعها كوبايه من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، طبعا نص كوبايه من البقسماط، ونص اللي هو الكريسبي دوت المقرمش، بس انا فرماه في الكبه. والبهارات اللي انا حطيتها في السائل دوت احطها مع الكفر دوت. وطبعا هرجهم كده في الكيس. شايفين جميله ازاي؟ حطيت طبعا بوله وحطيت عليها الخليط الجميل ده. هنزل طبعا بالسائل كده اهوت، واحطه في الكفر كده. تمام اوي كده. هبطنه بقى كده واروح رداه تاني في الخليط السائل دوت، واجيبه تاني يعني مرتين كده، تديني بقى قرمشه جميله زي كوكي بالظبط. تمام او كده. هضغط عليه جامد طبعا عشان الجفر ما يطلعش معايا. شايفين جميله ازاي، مش مكلفه ولا اي حاجه. تمام او كده. كل ده سهل وبسيط على قد ايدينا يعني. تمام او كده. انا خلص بقى الكميه ورجعوا لي تاني. طبعا خلصت الكميه اللي قدامي اهي. يلا بقى بينا على البوتاجاز. انا طبعا حاطه زيت غزير ساخن جدا، بس انا طبعا انا وطيت عليه عشان طبعا الاجنحه نيه عشان تستوي بس معايا. شايفين جميله ازاي، مقرمشه وتحفه، وريحتها بقى مش قادره اقول لكم عليها. حاجه طبعا بتتكلم عن نفسها هي. يريكوا بقى في الجمال دوت. يلا بقى يا حبايب قلبي جربوا وقولوا لي ايه رايكم. وشكرا على متابعتكم ليا، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.